السلام عليكم ورحمة الله طلاب. إن شاء الله اليوم رح نبلش بالدرس الأول بالوحدة الأخيرة هندسي. الدرس هو الموشور، أو خلينا نقول تذكرة أول شيء بالمجسمات. طيب، أول شيء بدنا نتذكر شو هو الموشور وشو هي الأسطوانة. هلا الأسطوانة معروفة لأغلبيتكم، بس أيام بيجيني سؤال آنسي شو هذا الموشور. الموشور بيجي بهذا الشكل. شوفوا، الموشور له قاعدة من تحت ومقابلة بموازية، تمام، بيكون في سطح من فوق نفس القاعدة. فشوفوا، موشور قائم ذو قاعدة ثلاثية. ليكو شوفوا كيف قاعدته مثلث. طيب، زدنا ضلع للموشور، صار موشور قائم ذو قاعدة رباعية. طب ليش سميناه قائم؟ لأنه شايفين كل حرف كيف قائم في زاوية 90 بينه وبين إيش؟ وبين القاعدة. طيب، هي أشكال الموشور، ممكن يكون رباعي، خماسي، سداسي، سباعي إلى آخره. طيب، هلأ نحن شو بدنا من هذا الكلام؟ قلنا المساحة الجانبية للموشور. ركزوا على شو عم يحكي، على المساحة الجانبية للموشور القائم أو الأسطوانة الدورانية أو الأسطوانة الدورانية يساوي محيط القاعدة ضرب الارتفاع. ماشي. طب أنا شو بدي بهذا الكلام؟ بدي تحفظوا لي المساحة الجانبية مشان إذا طلبة نعرف نطالع المساحة الكلية. حلو هذا الحكي. طيب، معناتها المساحة الجانبية للموشور أو الأسطواني هو محيط القاعدة ضرب الارتفاع. ماشي. هلا أنتوا بس تسمعوه مني كذا مرة بتحفظوها إن شاء الله. طيب، بعد منه شو قالك؟ قالك إذا بدك تحسب لي المساحة الكلية للموشور أو الأسطواني شو بدك تعمل؟ بدك نضيف مساحتي القاعدة للمساحة الجانبية. طب أنسي وما فهمنا شو يعني مساحة جانبية. شوفوا، أنا ما عم ورجيكم هون الموشور وما قلت لكم إنه ليكو قاعدته عبارة عن مثلث هون مثلا، وبالمقابل في مثلث فوق. طب هذا المثلث من فوق اعتبروه مو موجود، والمثلث من تحت كمان اعتبروه ما موجود. بقى هذا الحكي اللي ملون بالزهر هن 3 أوجه ما. طيب، هدول 3 أوجه اللي اسمهم مساحة جانبية. طيب، نرجع لهون. فقال لك إذا بدك تحسب المساحة الكلية للموشور أو للأسطواني فهي المساحة الجانبية وبتجمع لها إيش؟ ضعفي مساحة القاعدة. ليش ضعفي؟ هلأ قلنا ليكو في مثلث من تحت ومثلث من فوق، في مربع من تحت ومربع من فوق، في قاعدة خماسية من تحت وقاعدة أو خلينا نقول كمان قاعدة إذا قلبنا الشكل عادي ما بيأثر، أو وجه خماسي من فوق. طيب، فالمساحة الكلية المساحة الجانبية زائد ضعفي مساحة القاعدة. حلو. هلا عشو عم نحكي يا طلاب؟ عم نحكي على المساحة. هلا عشو بدنا نحكي؟ عم نحكي على الحجم. طيب، فحجم الموشور أو الأسطواني هو مساحة القاعدة. انتبهوا، كنا من شوي عم نحكي محيط، صرنا إيش؟ صرنا نحكي هلا مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. طيب أنسي معلش عيدي لنا هون آخر مرة مشان نحفظهم. طيب، تعالوا نمحي هاي ونمحي هاي. شوفوا، أنا هون على شو حكيت على مساحة، وبالقانون شوفي محيط القاعدة ضرب الارتفاع، هيك ربطوها. طيب، بعد منه حكيت على ايش؟ على حجم، وبالقانون شوفي مساحة. فانتوا رتبون هيك براسكم: حجم، مساحة، محيط تعال نرمز له ب. فلما بيطلب مني حجم، طبعا بس هون حالة خاصة أنا مو قاعدة رياضية أبدا، بس مشان تربطوها هيك براسكم. لما بيطلب مني حجم بستخدم بقانوني المساحة، ولما طلب مني المساحة استخدمت بقانون المحيط. ماشي؟ طيب، يلا بنرجع. فحجم الموشور أو الأسطواني هو حجم هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. أما هون بده المساحة فقلت له محيط القاعدة ضرب الارتفاع، طبعا المساحة الجانبية. ركزوا. طيب، بعد منا حجم متوازي المستطيلات. ذكرتوا له متوازي المستطيلات؟ متوازي المستطيلات يعني مثل هذا الشكل. ليكو مثل هذا الشكل متوازي مستطيلات. طيب، فحجم متوازي المستطيلات بسهولة بقول لك إنه أنا بدي أضرب أبعاده. وين أبعاده يا أنسي؟ يعني أبعاده هني الطول. ليك لحظة شوي، ليكو انتبهوا معي. هلا آدي ليش هيك عم ترف؟ لحظة شوي. آدي شايفينها لآدي؟ خلاص بطلنا رسم. آدي تمام، وآبي هدول شو؟ هدول أبعاد القاعدة. بدي أضربهم بالارتفاع. أي ارتفاع أنسي؟ آئي. ضرب آدي ضرب آبي، حصلنا إيش؟ حصلنا على حجم
متوازي المستطيلات. فحجم متوازي المستطيلات ببساطة إني أنا أضرب أبعاده. وحجم المكعب لك نفس حجم المتوازي المستطيلات، بس هون صارت الأحجام متساوية، يعني إكس ضرب إكس ضرب إكس يعني إكس مكعب. حلو ممتاز. طيب هون عاطيني مثال، وشو قايل لي؟ قايل لي عندي اسطوانة دورانية ارتفاعها يعني اتش 40، طول نصف قطر قاعدتها 7.5. نصف القطر، عطاني نصف القطر يعني ار 7.5. أوجد مساحتها الجانبية. بده المساحة، معناتها محيط إيش؟ محيط القاعدة ضرب الارتفاع. هلأ حفظنا أول قانون، ماشي؟ طيب محيط القاعدة، قاعدة الأسطوانة شو؟ هي عبارة عن دائرة، يعني 2 بي ار. تمام؟ فليكو عوضة 2 بي ار، أنا سموه جبنا 7.5 هي بدال الار نصف القطر. طيب ضرب الارتفاع يعني ضرب 40. تمام؟ ضرب الاثنين ب7.5 يعني 15، و15 ضربها ب40 طلع معه 600. هي المساحة الجانبية. طب إذا بدنا المساحة الكلية، فبمسك المساحة الجانبية وبجمع لها إيش؟ بجمع لها 2 ضرب إيش؟ ضرب القاعدة، يعني القاعدة الموجودة إن كانت هلا مثلا هون بحالتنا أسطوانة فهي دائرة. تمام؟ فبدنا ناخد إيش؟ بدنا ناخد الدائرة. وشو مساحة الدائرة؟ بي آر مربع. ماشي؟ بي آر مربع. فهي بي وآر مربع ليك الآر 7.5 ربعة. تمام؟ طلع معه 112.5 ضرب بي. تمام؟ جمعهم طلع معه 712.5 بسنتيمتر مربع. طيب هلأ حساب الحجم ببساطة بده حجم الأسطوانة. فحجم الأسطوانة إحنا شو كنا عم نحسب؟ مساحات. انتبهوا، هو شو بده هلأ حجم، ولما بدنا حجم هلأ عطتكم إياها بدنا حجم، فشو بنستخدم المساحة. مساحة إيش؟ مساحة القاعدة ضرب إيش؟ ضرب الارتفاع. وينو المثال؟ فبنرجع مساحة القاعدة بآر مربع ضرب الارتفاع. طيب بي بخليها محلها، الآر بشيلها بعوض بدالها 7.5 للتربيع ضرب الارتفاع اللي هو 40. بيطلع معي الجواب بهذا الشكل بعد ما نضرب. حلو. طيب بعد منا بدنا ناخد الهرم. شوفوا طلاب ليكو، إذا أنتوا هلأ لقيتوا إنه كل شيء جديد بالنسبة لكم، وقفوا المقطع شوي هون، شوي ها، روحوا 10 دقايق احفظوا لي المساحة الجانبية والمساحة الكلية للموشور والأسطواني. بعد منا احسبوا لي، خلصنا مساحات، احفظوا لي حجم الأسطواني أو الموشور وحجم متوازي المستطيلات وحجم إيش؟ المكعب. كلهم 5 قوانين احفظوهم وارجعوا. يلا هلأ بدنا نكمل بالهرم. قال الهرم ببساطة هو مجسم بتميزه كم شغلة. أول شغلة مضلع يسمى قاعدته الهرم. ماشي؟ طيب شو بيقصد بهذا الحكي؟ أول شي مضلع بنعرف يعني بيتشكل من أضلاع. ماشي؟ طيب وعنا نقطة لا تنتمي لإيش؟ للقاعدة. لا تنتمي للقاعدة. طب هاي النقطة لا تنتمي للقاعدة إذا وصلت بإيش؟ برؤوس القاعدة حصلت إيش؟ على الهرم. سميت رأس القاعدة. طيب فعرفنا إنه الهرم بميزه شغلتين، عنده قاعدة وعنده رأس. طيب وبعد منها قال لك المثلثات المشتركة بالرأس وقواعدها هي أضلاع قاعدة الهرم. ماشي؟ طيب ليكو هذا هو الوجه الجانبي EDA. تمام؟ طيب قال لك القاعدة تبعيت هذا الوجه مشتركة مع قاعدة الهرم. مزبوط. DA مشتركة لك مع القاعدة، ورأس هذا الوجه هو رأس الهرم، وسمينا هذا الوجه وجه جانبي. حلو. طيب بعد منا قال لك السطح الجانبي وهو السطح المؤلف من مجموعة الأوجه الجانبية. شو يعني هذا الحكي يا أنسي؟ طيب مثل من شوي هون ما حسبنا مساحة جانبية وقلت لكم أنا المساحة الجانبية كبوا لي القاعدة وكبوا لي الوجه المقابل إلى بتحصلوا على المساحة الجانبية. ونفس الشيء هون السطح الجانبي يعني هذا المثلث، الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، على حسب عاد كم وجه عنا هون. هلأ بما أنه عم نتعامل مع الهرم ف3 أوجه. طيب بعد منا الارتفاع أو ارتفاع الهرم من رأس هو العامود. يعني بدي أخذ أنا عامود بشكل زاوية قائمة بين القاعدة وموصول بالرأس، هذا اللي باللون الأحمر.
معناتها بنرجع بنعيد الهرم في 5 شغلات خلينا نقول بتميزه. عنده قاعدة، وعنده رأس، وعنده أوجه جانبية، وعنده سطح جانبي فيني أحسب له مساحته الجانبية، وعنده الارتفاع. حلو. طيب الهرم المنتظم شو بيفرق عن الهرم العادي؟ بتفرق شغلتين أساسيات. أول شغلة، وهدول تقريبا فيكم تقولوا ذكرناهم بشكل سريع بانطلاقة نشطة، قاعدته مضلع منتظم. ليكو لاحظوا هون هذا المضلع ما منتظم، أما المضلع المنتظم حكيناه وأخذناه بدرس كامل وفصلناه. مثلث متساوي الأضلاع، مثلث متساوي مربع متساوي الأضلاع إلى آخره، هدول كلها مضلعات منتظمة. طيب وارتفاعه هو القطعة المستقيمة اللي بتصل بين رأس الهرم ومركز القاعدة. ما قلنا إنه كل مضلع منتظم له مركز؟ تتذكروا؟ فهذا المركز بوصل بينه وبين الرأس بحصل على إيش؟ على هرم منتظم. طيب هلا بدنا نكمل حجم الهرم. أخذناه وين يا أنسي؟ أخذناه بانطلاقة نشطة. أول شيء قلنا لك تلت المساحة بالارتفاع. يعني أنسي لحد هلا كم قانون صاروا عندي؟ أول 5 قوانين أخذناهم وأنتم هلا المفروض تكونوا حافظينهم، ماشي؟ بعد منه هذا القانون، هذا ما جديد، حافظينه من درس انطلاقة نشطة. طيب هلا بعد منه اجينا على إيش؟ على المخروط الدوراني. المخروط الدوراني حكينا عليه إذا بتتذكروا كمان بانطلاقة نشطة، بس شو قلت لكم شيلوا الاس اللي هون وحطوا بداله إيش؟ حطوا بداله بي آر مربع. ليش بي آر مربع يا أنسي؟ لأنه القاعدة هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن قرص دائري. طيب فقال لك المخروط الدوراني رأسه إيه؟ عنده رأس، وهو جسم متولد عن دوران المثلث. هلا شوفوا لو انا قاعده معكم بالصف كنت جبت لكم مثلث ودورته وحصلنا على الهرم، فانتوا هلا بدكم تشغلوا لي شوي مخكم او خيالكم. تخيلوا هذا المثلث اللي باللون الاحمر عم يدور، اذا دار شكل لي هذا المخروط الدوراني. بتعرفوا بوري البوظه او ابوع البوظه اللي بنعبي فيه الايس كريم؟ هذا هو بس مفتوحه قاعدته، ماشي؟ طيب الارتفاع هو المستقيم الذي يصل بين الرأس ومركز القاعدة اللي هو O. تمام؟ طيب بيصل بينهم بشكل عمودي. ليك وقال لك عمودي على مستوى القاعدة. بعد ما عندنا شيء هون كتير شغلات للحفظ، يعني هيك بدك تفهم أكثر مما تحفظ. وحجم المخروط أخذناه بانطلاقة نشطة، ما في شيء جديد. حجم الهرم وحجم المخروط أخذينهم من قبل، معناتها ما عندنا كتير للحفظ شغلات. يلا منكمل وبناخد مثال ومنختم بعدها. مثال مخروط دوراني ارتفاعه h ونصف قطر قاعدته يعني r تساوي 1.5. طب أنا شو مطلوب مني؟ بدي الحجم. ببساطة ليكوا القانون قدامك، تلت نزلتها مثل ما هي، s بدي شيله أحط بدالها شو؟ بي r مربع. ليش بي r مربع؟ لأنه القاعدة هي عبارة عن قرص دائري مساحته بي r مربع. طيب والh هو عاطيني إياها 4. طيب شلنا الآر حطينا بدالها 1.5 للتربيع. طب أنسي أنا ما بعرف ربع 1.5، حطها 15 على 10 وربعها، ماشي؟ طيب بعد منها ضربنا 1.5 ب 15 على 10 للتربيع ضرب 4 واختصرنا طلع معي 3 بي. طبعا انتوا اشتغلوها بالتفصيل وشوفوا كيف بيطلع معكم 3 بي. شغلات يعني جبرية سهلة إن شاء الله يعني الشغل. فحجم هذا المخروط هو 3 بي سنتيمتر مكعب. طبعا المكعب الحجم لما بشتغل فيه بحط هون تكعيب، ماشي؟ اما المساحه بحط تربيع حسب الواحد اللي انا عم بشتغل فيه. هيك ان شاء الله بنكون تذكرنا شوي بالمجسمات واشتغلنا بعض القوانين الهامه للحفظ. ببقى بس عليكم تحفظوا لي. شوفوا هني 5 قوانين اخذناهم. اول شيء شغلتهم كتير سهله وبسيطه، وبعد منها اخذنا هدول القانونين. وهدول القانونين إن كان حجم الهرم أو حجم المخروط أنا عطيتكم إياه بانطلاقة نشطة، فبتحطوا لي هدول القوانين براسكم لحتى نفوت على تحقق من فهمك وتتدرب إن شاء الله. يلا بالتوفيق يا طلاب.